مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. اللي أول مرة تشوف قناتي نتمنى تعملي اشتراك، كذلك تضغطي على زر الجرس لأنها من شروط اليوتيوب الجديدة، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني. ومرحبا بكل من انضم إلى قناتي. اللي عندها تعاني من التجاعيد الرقيقة، الخطوط الرفيعة في البشرة، الشحوب، البهتان، تصبغات، المهم أي مشاكل للبشرة سواء كانت دهنية أو بشرة جافة، الماسك هذا راح يقضي لك عليها، لأنه متكون من ثمرة مذكورة في القرآن الكريم، ثمرة اليقطين، الكبوة أو الكبوية أو القرعة الحمراء. هذه الثمرة هذه ذكرت في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، على يونس عليه السلام، لأنه لما كان في بحر في بطن الحوت يخرج منه جسمه متقرح فيه تسلخات، يعني متعفن، كانوا يعني يعالجوه. هذه الثمرة هذه الثمرة رائعة رائعة، لو كنت تعرفوا قيمتها يعني ما شاء الله. تعمل يعني على تبييض البشرة 4 درجات، غنية لأنها غنية بمواد أكسدة بنسبة عالية، عندها فيتامين سي، فيتامين آ، فيتامين أو، وتكافح التجاعيد وتعطي نضارة للبشرة. فيها الفيتامين B3 الذي يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها ومنعها من تكوين البقع الداكنة أيضا. داوموا عليها، استعملوها، والله العظيم رائعة يعني، وبرك المداومة. جبت ماسك للبشرة الدهنية وماسك للبشرة الجافة بفاكهة اليقطين. تابعوني في الوصفة. مكونات الوصفة هي عبارة عن يقطين، اليقطين، القرعة الحمراء، الكبوة، الكبوية، يعني مفيدة جدا كما قلت لكم، مفيدة حتى للقولون العصبي، حتى الأمعاء الغليظة، للمعدة، يعني فوائدها الصحية لا تعد ولا تحصى. أنا اليوم جبت لكم فوائدها الجمالية، لكن حتى كي تاكلوها في البويون، تاكلوها في السلطات مثلا، تقلوها، رائعة جدا. يعني ديروا عليها بحث راح تلقوا فوائدها لا تعد ولا تحصى. نتكيفتوها نعم هكا. هكذا نتكرفجها ونرجع لكم. عدنا حبيباتي. بعد ما تكرفجوها هكذا في السكرفاج الصغير هكذا، تقسموها على زوج باش نديروا ماسك البشرة الجافة وماسك البشرة الدهنية هكذا. وهني يعني للتذكير كنت عملت لكم ديجا فيديو على ثمرة اليقطين، ماسك بها كيفاش تعملوه. هذاك ثاني لو كان تروحوا تشوفوه راني نحط لكم الرابط. مفورة ثمرة اليقطين، بصح هذا الماسك ماشي مفورة، هكذاك طازجة تحطيها نورمال عادية تحطيها، ما تتعبيش روحك، ما تفوريهاش. هذاك اللي عندها بشرة حساسة تقدر تفورها، لكن هنا هنا ما تفوريهاش. اللي بشرتها جافة تزيد صفار البيض، اللي بشرتها جافة هكذا تزيدي غير شوية برك صفار بيض. صفار البيض غني، يعني غني بالبروتين، غني بزاف بزاف للبشرة الجافة، مليح بزاف بزاف البشرة الجافة. صفار البيض يغذيها، يرطبها، يعطي لها ترطيب. يعني كما قلت لكم حبيباتي، اللي بشرتها دهنية تضيف بياض البيض، وتزيد لهم ثاني ملعقة صغيرة عسل نحل، وتزيد لها ثاني ملعقة صغيرة زبادي، وتجمعهم بشوية نشا. هذا مكان، هذا بالنسبة للبشرة الدهنية. ثم أنا نختصر لكم في الفيديو وذوك نزيدو نتلاقاو. واللي بشرتها جافة تضيف صفار البيض كما كي تشوفي هكذا، صفار البيض. طبعا مادة فاكهة اليقطين يعني ما تندموش عليها كنت تستعملوها. تزيدي لها كريم فريش، يعني قشدة طبيعية، شوية شوية ماشي بزاف، هكذا قليل جدا، قشدة طبيعية. نضيف كذلك عسل، قليل من العسل، عسل حر، العسل الحر نزيدو لها هكذا. نزيد لها كذلك شوية نشا،
نيشان باش نجمعوها العجل، زيدوا لها كذلك شويه نيشان باش نجمعوها كما قلت لكم. هذا بالنسبه للبشره الجافه. درنا لها يقطين مسكلفج خضر ماشي مفور، زدنا لها عسل صفار بيض، قشطه كريم فريش يعني قشطه طبيعيه كأنه زبادي طبيعي اللي في الدول العربيه كي شغل يعني كزبادي طبيعي يعني. وزدنا لها مادة النشا نجمعوها بها، زيدوا قليلا هكذا. جمعيها بها. الماسك هذا تقدري تستعمليه مرتين في الأسبوع، تقدري تستعمليه نهار بنهار، تستعمليه على بشرة تكوني شمختيها بقطنة فيها ماء دافي، فتحتي هذيك المسام، ولا تحطي سربيتة دافية ماء دافي فيها مشمخة، تشمخيها وتعصريها وتديريها على وجهك، تخليه يفتح لك المسام مدة 2 دقائق حتى 3 دقائق، وتستعملي هذا الماسك على البشرة نتاعك. طبعا لأنه فيه البيض ما تديريش على دائرة العينين، مع تجنب منطقة دائرة العينين، هذا لصاحبة البشرة الجافة. تخليه لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، تفركيه فرك دائري هكذا حتى يخلص. بعد تغسلي وجهك بماء دافئ ثم بماء بارد، وتمرري ماء الورد بالهذاك لي ديسك هذوك المدورين على البشرة تاعك، ومن بعد تضعي المرطب تاعك، سواء مرطبك اليومي اللي تشريه من الكوسميتيك او المرطب هذاك اللي زيت جنين القمح او مخلط مع زيت الزيتون. تخليها مدة ساعة وهذاك الزيت في وجهك، وبعد تمسحيه بقطنة وديري الكريم الليلي تاعك. هذا بالنسبة للبشرة الجافة، هذه تنحي لك التجاعيد، تخففها لك، تخفف لك هذيك الخطوط البيضاء تاع الجبهة تاع، داومي عليها نهار بنهار. مفيدة بزاف بزاف هذه الوصفة. هذا هو حبيبتي ماسك البشرة الدهنية. تغسلي وجهك ثاني بماء دافئ، تفتحي المسام هذيك تفتحيها، ومن بعد تستعملي الماسك، ما ديريش على دائرة العينين، تبليكيه على الرقبة تاعك، تبليكيه على اليدين. انا دائما كي ندير ماسك نديرو على يديا، هذا يعني هذا سر ما قلت لكمش حبيباتي. انا اي ماسك نجينا نخدمو لكم هنايا ونصورو، كي نخلص التصوير نستعملو على البشرة تاعي، نستعملو على يديا. شوفوا يديا يعني انا كيف يعني نهتم بهم بزاف. يديا منهم البشرة، لازم هكذا كي تهتموا، اهتموا باليدين واهتموا بالبشرة، اهتموا بالرقبة، اهتموا بأي حاجة في جسمكم تبقى يعني جميلات، تبقى عندكم نعومة، أنوثتكم رائعة. وطبعا أي مرأة لما تكون جميلة تحس بالسعادة وتكون فرحانة ومعنوياتها طالعة. شكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على الثقة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتضغطوا لي على زر الجرس وتشتركوا في القناة باش يصلكم الجديد. وإلى اللقاء في وصفة جديدة. سلام.